معلش يا مصطفى. محمد يحيى وخطأ شخصي على مصطفى شعوط. 66-62. نسيبنا شويه من مصطفى هاني وعبد الرحمن شاهين السعوديه وامريكا، ونخلينا في اخر دقيقتين 21 ثانيه. 66-62 لمصلحه النادي الاهلي. حد يتوقع يقول لنا ان المباراه كده انتهت؟ لا والف لا. دقيقتين 21 ثانيه عمر كبير وطويل في كره السله. وهقول لكم اهو، شوف هيجي فيهم كام باسكت. 66-62. كارو، عصام جمال. طب يا سلام يا عصام، يا سلام يا عصام لما بتاخد اللعيبه الاثنين معاك ويدي الراجل اللي جاي من اللي يعمل اللي جاي مان ويعمل هيلب ويحط الكوره جوه الباسكت. وادي هنا خطأ شخصي وباسكت لصالح ابراهيم ابو خضره. صح، في ايه اعتراض ليه؟ خطأ شخصي، الراجل ماشي حط الباسكت، ليه رميه حره؟ محمد عصام بيقول لنا كابتن طنطا في الدوره المجمعه لتحديد الفرقتين اللي هيصعدوا هبطت للدرجه الثانيه ولا لسه؟ مش عارف، هسأل بين الشوطين ويمكن اقول لك ماتش الزمالك لو انتوا قاعدين شويه وسهرانين، ومعلش ازعجكم وازع لكم مباراه الزمالك والجيش واكون معاكم ضيف تقيل شويه النهارده. ضيع الرميه الحره الاضافيه. كارو بيدي مين؟ لاحمد عبد المطلب اللي بيعدي نص ملعبه قبل الثمان ثواني وداخل سلميه. يا سلام على التمريره، وبيمسكها مروان بكل رعونه. وخطأ شخصي على مروان ولا مين ولا امين؟ مشاور على مين؟ مش عارف، مشاور على الاثنين اللي في الارض. استنى نشوف الرقم. 13 يبقى امين روزيه. رميتين حرتين لصالح سموح. احمد عبد السلام بيقول عمارة خلصها مبروك. لا انا مش معاك يا احمد، لسه بدري قوي. بص 68-64 وفي رميتين حرتين، جابهم بقى باسكت واحد يا راجل، وفي دقيقه 46 ثانيه لسه. الجمله دي شويه كده وتقولها لنا. ضيع الرميه الحره الاولى. اقوى المرشحين عبد الرحمن شاهين بعت لنا بيقول اقوى المرشحين مين اللي هيطلع هنا؟ انا متوقع اهلي وسموحه ومعاهم يا زمالك يا جيش. الناحيه الثانيه الاتحاد وجزيره وغالبا سبورتنج، يعني هم اعلى شويه من قلوبهم، يعني دي محسومه. ومش عارف عبد الرحمن شاهين بيبعت لنا عن طريق المسج انبوكس ليه؟ ابعت لنا عن طريق الجروب بتاعنا يا عبد الرحمن، باسكت بول ان ايجيبت. خش وابعت وشوف التعليقات وشارك. نجم السله السعوديه عبد الرحمن شاهين اللي استمتعنا بيه في تحليل الدورة العربية والبطولة العربية، دورة الألعاب العربية اللي أقيمت في قطر شهر 12 اللي فات في أحد القنوات القطرية. عايزين نشارك برضو نجم السلة السعودية معانا في الجروب، مفيش مشكلة، ويشوف تعليقات الناس المصريين ويخش ويشارك. وكنجم كرة سلة جميل عبد الرحمن شاهين، صانع ألعاب كان رائع في جيل الثمانينات، من الناس اللي لعبوا في مباريات البطولة العربية مع الأندية في مصر والمنتخب السعودي. السعيد متولي بيقول يا كابتن وليد خبرة هيثم السعيد وروزيه والجمال. الجمال مين؟ ابراهيم الجمال ما شفتوش لعب. الجمال لا انا مش معاك، الجمال بتاعي ما لعبش النهارده، انا ما اقولش اسمه خالص. وخضره، وممكن نشوف الغنام زائد كثره لاعبين جاهزين شباب، بس عموما المستوى قليل. ماشي، ممكن نشوف الغنام بقى دلوقتي صعب جدا يشارك، دقيقه 46 ثانيه عشان يخش في مود اللعب دلوقتي صعب شويه، صعب شويه. لكن هل خبراته تخليه يخش في اخر دقيقه 46 ثانيه ويكمل؟ ما اعتقدش اشرف توفيق هيجازف بهذا الموضوع. لاعبي الاتحاد السكندري ايضا بيسخنوا ورا سله سموحه، وهيسعدني ان انا اكون معاكم في هذه المباراه بس على اذاعه الشباب والرياضه. بص هنا خالد حمدي، يا سلام يا خالد. بص بقى الراجل اللي كان بيقول لي ان المباراه مبروك، احمد عماره خلصها 68-67 وكان مضيع رميه حره من الرميتين اللي انا قلت لك لو جابهم يبقى المباراه لسه في الملعب يا راجل. تعال نشوف تعليقاتكم وتوقعاتكم. احمد علي بيقول لنا ماتش الزمالك الساعه كام؟
الزمالك الساعه 8 يا احمد، ونتمنى ان انت تشارك معانا وهكون معاكم برضو، وان شاء الله نكون فيا اور جروب او اللي هو من خلال الجروب بتاعنا باسكت بول ان ايجيبت مشاركين مع بعض زي دلوقتي كده. دكتور علاء متولي رد عليه خلاص. طيب الساعه 8 يا احمد خلاص انا رديت عليه على الهواء. لكن متشكرين لعلاء طبعا. احمد انور في سموحه الروح عاليه قوي وزاهر مشدود قوي، لازم يتشد، عايز يكسب، عايز يتصدر المجموعه يا احمد، وبعدين الشده بتروح. لسه عايزين نشوف تعليقاتكم ومشاركاتكم. من يتوقع الفوز بالمباراه، الاهلي ام سموحه؟ من يتصدر؟ رايك في مستوى الجيش لانه فريق سيء الحظ؟ محسن، كابتن محسن انت بتقول كلامك صح، وانت اقدر مني، انت شفت الجيش، انا لسه هشوفه النهارده وهيكون ليا حظ التعليق على المباراه النهارده بين الزمالك والجيش. اقول لك بعد مباراه الجيش لو انت شاركت معايا بالليل وتكون المباراه ان شاء الله لايف. محسن محمود. ابراهيم ابو خضره داخل ويلاقي شيبوب هذه المره عن طرف شداد عن طريق مصطفى شعوط، ويحط الكره مصطفى شعوط ويحط الكره جوه الباسكت. 70-67 دقيقه 17 ثانيه اوت من الحد النهائي على النادي الاهلي. دقيقه 13 ثانيه، 3 نقاط فقط لمصلحه النادي الاهلي، اي رميه ثلاثيه هي اللي خلصها النادي الاهلي لو فاكرين، خلص بيها مباراه الزمالك امبارح في اخر 18 ثانيه. بص هنا نشوف بقى ايه اللي هيحصل. خالد حمدي، يا سلام على التمريره، هو خطا شخصي يستوجب رميتين حرتين. لسه بقول يا سلام على التمريره، من اجمل تمريرات المباراه. تعال نشوف التوقعات وجمله الكومنتس اللي جات لنا. علاء متولي بيتوقع الاهلي. علاء متولي انت راجل معلق، خليك محايد ما تتوقعش معانا. احمد عبد السلام ان شاء الله الاهلي يكسب برضه، حاضر. احمد غريب ماتش جامد وسموحه ان شاء الله. احمد علي بيقول طب بابا بيقول لك هتتذاع. ماشي يا احمد، انت واستاذ علي اقعدوا اتفرجوا معانا على الماتش مفيش مشكله. احرز الرميه الحره الاولى احمد الجزار. تتوقع يا كابتن وليد الماتش فيه اكسترا تايم؟ والله وارد، ده تعليق برضو لوحده. احمد علي بيقول سموحه ضيع الرميه الحره الثانيه، خلينا نشوف فيه اكسترا تايم ولا لا. زي ما توقع الجزار هنشوف، او زي ما بيسال الجزار. هنا زون ديفنس 1-3-1، تشكيل دفاعي جديد عمله سموحه، بيواجهوا الاهلي ب 2-1-2 وده صح جدا، لكن هنا في تحركات واعيه من سموحه. يا سلام على الدروب اللي عمله اوموكارو، وبيقطع بيه كوره جوه يطلعها اوت. 47 ثانيه 70-68. شوف الكلام، وبقى 4 ثواني على زمان. بص هنا امير روزيه بيشوط ما بتجيش، يلم مين ابو خضره ويبدا هجمه جديده وحقه الكلام. هل هيطلع بقى المان تو مان؟ لا لسه بدري، ما يطلعش، هيبقى عنده 19 ثانيه حتى لو ال 24 ثانيه عدوا. احمد عماره بيلعب، وادي رجع امير روزيه، رجع له متاخر وخطا شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح امير روزيه. تعال نشوف التوقعات. محمد ايمن حلوه يا كابتن الطريقه العنتريه ماشي اوكي. ابراهيم جمعه شكلها اكسترا تايم كده ولا ايه؟ توقعات. حسن السيد مباراه قويه جدا بتعليق، شكرا يا حسن. ان شاء الله الاهلي. السيد متولي ماشي. في كل الاحوال سموحه مفاجاه ومستوى رائع يا كابتن زاهر هذا الموسم. محسن محمود. عماد مراد انت مخلي الماتش جميل يا وليد، ربنا. عماد مراد جميل، نجم النادي الاهلي ده اكيد، ما اعتقدش حد معانا في الممبرز يكون اسمه على اسم الكابتن عماد مراد نجم النادي الاهلي. بشكرك جدا كابتن عماد، لحقته شويه كده لعبت معاه، بس مش معنى كده ان هو اكبر مني بكتير، هو شكله اصغر مني على فكره. حبيبي يا عمده. امير روزيه بغرابه شديده بيضيع الرميه الحره الاولى. هل هيطلب زاهر عبد الباسط وقت مستقطع لو امير روزيه جاب الكره دي عشان يبدا الهجمه من هناك؟ هنشوف الكلام ونشوف التكتيك ونشوف الخطط. احرز الرميه الحره، تايم اوت. هو ده الكلام، كلام جميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه يا زاهر يا عبد الباسط. ليه؟ هو كوتشنج صح. تايم اوت لو جت الكره الثانيه، ليه؟ عشان ابدا الهجمه من نص الملعب. ليه؟ عشان اخد ال 24 ثانيه كلها في محاولات. طب هنا بقى التفكير، حد يقول لنا من، يا ريت بقى ايمن صدقي، عماد مراد، والناس بقى بتاعت الباسكت تخش. هل هنا زاهر عبد الباسط يلعب على 3 بوينت شوت في 3 بونت فرق 71-68، ولا يلعب انسايد جيم ويخطف الكره، او يعمل فاول جيم هيبقى فرق نقطه؟
يعني انسايد جيم فيجيب باسكت يبقى 71 وبعدين يخطف الكوره او ما يطلعهاش ثاني في مخالفه 5 ثواني او يعمل فاول جيم. بص هنا اللوحه مبينه لنا 71 68 30 ثانيه. قولوا لنا ارائكم ايه. ايمن صدقي بالذات لو كوتش تعمل ايه يا ايمن؟ عماد مراد تعمل ايه؟ الناس المدربين اللي معانا في الجروب، علاء متولي تعمل ايه؟ زاهر عبد الباسط يقول ايه؟ عماد مراد بيقول لي انت مخلي الماتش جميل. الماتش جميل هو لوحده يا عماد، هو لوحده ماتش حلو. كابتن وليد تتوقع مين ياخد لقب احسن لعيب في مصر؟ سؤال صعب جدا لسه، خلينا طب نتابع ونقول لكم مين. حسن الصاوي الخبره تكسب يا كابتن وليد وكل الاحترام لسموحه. حاضر يا حسن. محسن محمود كابتن وليد وكلمنا عن الناشئين المتألقين هذا الموسم، رمح في الجزيرة ويوسف شوشة في سبورتنج. هنا بقى نشوف، خلينا في اخر 30 ثانية هل هيلعب على 3 بونت؟ هنشوف انسايد جيم، عايز انسايد جيم. اسامة شوقي بيشوط بيجلي وبتتخطف منه، مش ممكن، بيطلعها بره تاني وطول باص سلم. 16 ثانية الساعة واقفة، 71-70 تايم اوت. ليه؟ برافو اشرف توفيق. ليه؟ عشان يبدا ال 16 ثانيه هناك. هل هنا هيلعب على سموحه؟ هيلعب على الفاول جيم؟ هو ده التفكير. قولوا لنا ارائكم ايه بسرعه. قولوا لنا. شريف سليمان كمان دخل، نجم الجميل نادي الجزيره. هشام شعبان من قطر، لكل مدرب فلسفته يا كابتن وليد هو محضر فرقته، لكن اعتقد هيلعب على الانسايد او ياخد باسكت وفاول. ماشي يا هشام. احمد عبد الراضي النيل قناه النيل الرياضه متالقه، متشكرين يا ابو حميد. مش عارف المحترف بتاع سموحه ان كان مش بيلعب على الباسكت دلوقتي هيلعب امتى؟ ده شريف سليمان، راي سليم جدا. لسه بقول لكم من شويه انا رايي، شوف مع شريف ازاي في ان الراجل قاعد كتير بره، يبقى مش هو ده التوت فروت اللي يقدر انا محترف ان انا لازم يجي يخلص. احمد عبد السلام ربنا يستر في التيرن اوفر. احمد عبد السلام اللي انت كنت بتقول من شويه احمد خلصها خلاص. احمد عمره اهو، شوف كلامك اتغير دلوقتي ازاي. بس قولوا لنا، ما قلتولناش برضو دلوقتي زاهر عبد الباسط يعمل ايه؟ يعمل فاول جيم ولا ما يحاول ما يطلعش الكرة تاني ويرتكب الاهلي مخالفة ال5 ثواني؟ واشرف توفيق يعمل ايه؟ اشرف توفيق يعمل ايه؟ يطلع الكرة ازاي؟ يطلع الكرة نص ملعبه؟ هل يعمل فاول مع مين من الاهلي عشان يضيع؟ هنشوف ايه اللي هيحصل والسيناريوهات وايه اللي المدربين قالوه. فضل طريقة الرقابة اللصيقة. وادي مرر الكرة لأحمد عمارة، الخبرة الناشئين عفوا، خبرات هيثم السعيد. في دفعة لهيثم السعيد، بس انت اخر تمسك كانت هتقع من احمد عمارة الصاعد الواعد، لكن لم تحتسب اي حاجة. رميتين حرتين لصالح هيثم السعيد، الاعصاب الحديدية وخبرات هيثم السعيد طبعا تؤهله الى. هنا تغيير، نازل بسيوني مكان مصطفى شعب عشان يجيب ريباوند. شوف التغيير امتى؟ 8 ثواني اللي كان بيقول لي ودقيقه 46 ثانيه المباراه خلاص. لا 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 مش خلاص. هيثم السعيد الرميه الحره الاولى بيحرزها. هنا في لو جاب الثانيه يطلب تايم اوت، ولازم بقى هنا يلعب على 3 بوند على 3 بوينت شوت. ده لو زاهر عبد الباسط ليه تايم اوت. هيثم السعيد الرميه الحره الثانيه بيحرزها. ملوش تايم اوت، ما طلبش، ملوش تايم اوت. خالد حمدي لازم يلعب على 3 بوند. خبرات خالد حمدي يوقف ويشوف 3 ما بتجيش. يبقى كده تنتهي المباراه اعزائي المشاهدين بفوز النادي الاهلي 73-70. ارجو ان تكونوا استمتعتم بالمباراه اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه النايل سبورتس في كل مكان، من جنوب افريقيا وسوريا حتى جنوب لبنان، في السعوديه عبد الرحمن شاهين، في امريكا مصطفى هاني، وفي اليابان كان معكم معلقكم الرياضي وليد ابو سريع. ولكن الميكروفون سينتقل الى الزميل نادر محي